أيضا من علاج الهم والحزن أنك لا تنظر إلى من هو أكثر راحة منك وأكثر سعة في المال. فبعض الناس ينظر إلى صاحب السيارتين والثلاث والأربع، وإلى صاحب القصر، وإلى صاحب الأكثر من زوجة، ثلاث أربع، وهكذا ينظر إليه وينظر إلى نفسه فيرى نفسه ليس بشيء. لكن ينبغي عليك أن تنظر إلى من هو أسفل منك. معك سيارة انظر إلى من معه سيكل، معك سيكل انظر الذي ما عنده شيء، ما عندك شيء انظر الذي سلب الصحة، بترت رجله، صار قعيد الفراش. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فانظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى من هو فوقك. فبعض الناس ينظر إلى من هو فوقه ثم بعد ذلك يجحد نعمة الله. والله لو قدمت أو أخرت أو اعترضت ما زاد من مالك شيء. قال الله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر بمعنى يضيق. والله سبحانه وتعالى قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالناس هم متفاوتون في الرزق، فلن تقدم ولن تؤخر إذا اعترضت على ما قضاه الله وقدره. وقد ذكر العلماء قصة ابن الراوندي كيف أنه اعترض على قدر الله وكيف كانت نهايته. فابن الراوندي كان قد اعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، حيث أنه مر به موكب ويتوسطهم رجل. قال: من هذا الرجل؟ وكان يلبس حلة جديدة. قالوا: هذا كان عبدا لفلان، ثم اعتقه سيده، ثم أعطاه شيئا من المال ووسع الله عليه. قال: وأنا لماذا لا يوسع الله علي؟ ثم مر موكب لنسوة وهكذا. ثم قال: كم من عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. انظروا إلى حاله، حتى أنه في آخر أمره رد على القرآن الكريم بكتاب سماه الدامغ، ورد على أو تكلم وشوه بسورة الأنبياء والرسل في كتاب سماه الزمردة، ثم مات ولم يهنأ بثمن هذه الكتب الذي طلب منه رجل يهودي. فحنانيك يا عبد الله، لا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو أسفل منك، فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. من علاج الهم والحزن هو باب عظيم كتب لبعض إخواننا لله الحمد والمنة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وهو باب الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد ضد من؟ يكون الجهاد ضد الكفار من اليهود والنصارى من كان على شاكلته، ويدخل في ذلك الحوثيون. والحوثيون كفار ليسوا بمسلمين، فوقع في أرض المعركة، وليس أنه سائح يدخل ونقتله، وإنما في أرض المعركة بيننا وبين هؤلاء الكفار. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يخبرك أن الجهاد في سبيل الله سبب وعلاج لذهاب الهموم والأحزان. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والحزن. يذهب الله عز وجل به الهموم والأحزان إن جاهدت مخلصا لله سبحانه وتعالى، ولم تجاهد من أجل أن يقال أنك شجاع.